السلام عليكم ورحمة الله. راح أشتغل معكم باترون هذا الفستان. هون أخذت كوي عنه باترون يعني اللي أنا شغالة عليه المصغر. هو راح أشتغل الجزء الصدر بس. قطعة الصدر يعني جزئين صايرة، الكوب والقطعة اللي من فوق مثل ما انتم شايفين عند الرقبة، وكيف الكم حفر راح يكون. أنا هون بصرف البنسة، بسكر بنسة الكتف حتى أشتغل الكوب. يعني هو على مصغر، يعني ما فيني أرسم باترون كبير، يعني مشان إني انطلب مني هذا الموديل مشان يكون يعني إن شاء الله واضح. هون أنا كان بدي أنزل مشان مقاس الكوب. هون صرفني البنسة بسكرها، أقصد يعني سكرتها وافتح بنسة الجنب. بنسة الجنب كثير مهمة إني يعني أشتغلها بالفساتين السواريه. هي بنسة الجنب بتعطي بروز للصدر. هون راح أعمل كمان بنسة 1 سنتي من كل جنب. يعني إحنا عندنا البنسة الأمامية صرفناها، ونأخذ بنسة يمين ويسار. بعد ما هنا نعمل بنستين راح أصرف بنسة الجانبية. أنا هون من البداية ما عملت الباترون، يعني كنت مصور فيديو بس رجعت عملت الباترون من أول، يعني من البداية عشان يكون واضح. هون صرفنا بنسة الجنب، بفتح البنسة الأمامية. بتشوف الفيديو يا ريت للأخير، الفيديو مش طويل، ويعني أنا بحب أختصر بالتصوير يعني مشان ما يكون الفيديو مدته طويلة، يعني راح يكون أكثر من نصف ساعة أو ربع ساعة. هاي هون شايفين كيف طلع عندي. بتشوفوا هسه برجع بعمل الجزء اللي من فوق، هذا الجزء اللي من تحت الكوب. هاي هون هذا الفيديو اللي أنا كنت مصوره بالبداية، بس رجعت صورت عدته من أول لجديد. يعني هون أنا كنت راسمة بالقلم الأحمر البنسات. هون راح ناخذ الجزء اللي من فوق اللي هو الدانتيل أو الجيبير، راح أخذ كوبي عنه. بتشوفوا للأخير. يعني هاي أسهل طريقة إني أنا بنفس الباترون أطلع الجزء اللي فوق من نفس الباترون، يعني أختصر على نفسي. وفي طرق كثيرة كل واحد له طريقته. يعني هنا شايفين أنا هنا عندي الرقبة، شايفين الياقة. معلش لأنه الباترون على مصغر شوي الرسم بيكون بياخذ بيعطي معي، لأنه صغير والورقة كانت شوي يعني عليها التلزيق وكذا ما طلعت بشكل. بس أنا رديت عدلت عليها، عملت واحدة ثانية للرقبة. شايفين الرقبة كيف بنطلعها؟ هاي بنقصها بعد ما نخلص رسم الجزء اللي من فوق. هاي هنا راح أصرف البنسة الجانبية. هون بحدد من نصف الياقة، بحدد الكم عملته خط مستقيم، بس هو الكم هنا احنا بنعمله هيك تجويفة شوي، لأنه الكيرف هو بده بالكيرف هيك يكون شوي. يعني بدخل 1 أو نصف سنتي مثل ما انتم شايفين هيك، بعمل التفاف للكم. وراح يكون عندي بنسة 1 سنتي من الكم. شايفين كيف 1 سنتي من كل كم، مشان انه هاي 1 سنتي 1 سنتي من كل جنب، مشان القماش يثبت على الجسم. مثل ما انتم شايفين كيف الكم يعني من نصف خط الرقبة. هاي هون أنا برجع برسم بحدد البنسة بعد ما
أخذنا الكوبي عنه كله. بتشوفوا كيف أنا يعني هاي الطريقة سهلة ومبسطة يعني للمبتدئين. هاي هون راح أرسم أعدل على الرقبة، شايفين كيف؟ هاي الرقبة يعني سهلة وتقدروا إنه تطبقوها على أي موديل لنفس الموديل الكم. هون بنرجع بنصرف البنس وبس هيك يعني الفيديو انتهى. ان شاء الله تشوفوا الفيديو للأخير. هون بعد ما خلصنا من الجزء الثاني راح تشوفوا آخر الفيديو كمان راح يكون تكملة، لأن أنا من البداية كنت مجهزة الباترون راسمته، بس مشان ما تقولوا لي ليش يعني منتي راسمة من البداية، رجعت عدلت على الفيديو، عملت فيديو صغير ويعني منتجته. هسه بالأخير بتشوفوا الفيديو يعني تكملة إله. وشكرا لكم ويعطيكم العافية. هاي هون الفيديو أنا بس هيك كنت راسمته، بس رجعت يعني رسمت باللون الأزرق مثل ما كان بداية الفيديو، يعني كان اختصار. بعدين قلت لا خليني أرجع أرسم من أول لجديد يعني مشان يكون واضح. هاي هون مثل ما انتم شايفين صرفت البنسات، بنستين 2 سنتي من كل جانب 1 سنتي، وهون صرفنا بنسة الجنب الأسفل الجنب. بنسة الجنب كثير مهمة بالباترون، هي اللي بتعطي بروز للصدر. هو سريع الفيديو، يا ريت تشوفوه للأخير وشكرا لكم.